المنتخب المغربي يحقق فوزا تاريخيا على بلجيكا بنهائيات كأس العالم. اقتنص المنتخب المغربي لكرة القدم فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على حساب نظيره البلجيكي في ثاني مبارياتهما ضمن بطولة كأس العالم 2022 اليوم الأحد. ورغم الانتقادات التي وجهت لبعض من اختيارات الناخب الوطني المغربي في المباراة الأولى أمام المنتخب الكرواتي، قرر وليد الركراكي الحفاظ على التشكيلة نفسها والدفع بالعناصر نفسها التي بدأ بها مباراة كرواتيا، وضمنها المدافع الأيسر نصير مزراوي الذي عانى طيلة الأيام الماضية من الإصابة، قبل أن يضطر لتغيير الحارس ياسين بونو بمنير المحمدي على أرضية الملعب قبل ثوان من صافرة البداية.